تعالوا نشوف فيديو من فيديوهات الحبشتكنات الصيني. البنت الصينية دي زوجها راح الشغل، قالت عاوز كده بقى اكل شوية لب واشرب الكولا بتاعتي وكمان اتفرج على فيلم. فجأة عرفت ان جوزها في الطريق. تعالوا نشوف مع بعض هي هتعمل ايه. بس لو عجبكم الفيديو حطوا لايك كتير للفيديو، اشتراك للقناة، كمان فعلوا الجرس على الكل علشان توصل لكم كل الإشعارات الجديدة. وقولولي ايه رأيكم في الفيديو دوت. بصراحة أنا شايفة إن هي مبدعة ومتميزة كالعادة. طبعا بيعملوا كل حاجة بتقنية عالية جدا. ومش بس كده، اتشقلبت في الشقة في ثانية إلا ثانية، خلت الشقة بتبرق من غسيل بقى لعمايل الغدا. طبعا عملته الأول، وكمان بدأت تنظف في الشقة، وكمان مش بس كده هتغسل الشرابات في غسالة الشرابات. الغسالة دي جميلة جدا، كمان جايبة منشر للشرابات بعيد عن البلكونة، ممتاز. وكمان بتبدأ تنظف الزجاج بالحمام بالمنظف، وهتبدأ تمسح بالديتول علشان تعقم الشقة وتطهرها. بصراحة هي مبدعة جدا. ومش بس كده، بتطبق الغسيل وبتحطه في المنظمات دي. على فكرة جميلة جدا، المنظمات دي ما بتاخدش مكان في الدولاب ولا مساحة، وكمان بتخلي الملابس منظمة، تقدري تجيبي الحاجة اللي انت عاوزاها بكل سهولة. كمان بدأت تلمع الكوتشيات. كل دوت في ثانية إلا ثانية كده. إمكانياتهم عالية جدا، بتساعدهم إن هم يستفادوا من اليوم بتاعهم، إن هم كمان يقدروا يخلصوا شغل البيت في أقل وقت ممكن. وكمان بتبدأ تنظف قعدة الحمام وبتظبط كل حاجة في ثواني. بصراحة هي متميزة. كمان حامل السكاكين والمعالق ده روعة جدا. بدأت تنظف السراير اللي طبعا جميلة جدا الأداة اللي هي نضيف بها السراير دي. وبتبدأ كمان تغسل الأطباق والمعالق، وخلصت الغدا، وكمان نظفت وكمان نظفت كل حاجة. وبدأت تعمل فشار علشان القعدة والسهرة. ممتازة جدا ومبدعة كالعادة. وكمان هتعلق الشربات على منشر الشربات. أتمنى الفيديو يعجبكم. وكمان حامل الكوبايات ده جميل جدا. وبدأت تنظف قدام باب الشقة وجهزت الغدا وحطته على السفرة. كمان الحافظة بتاعت الطعام دي ممتازة. وبدأت تعمل العصاير. مش بس كده، هتعمل شوية سفود ما شاء الله ممتاز جدا من الجمبري والكابوريا. وبدأت تعمل أكلات ممتازة